السلام عليكم. اليوم بغيت نحضر معكم السردين معلب بنكهة ديال الطماطم. نتمنى الفيديو يعجبكم. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا كيلو ديال السردين، غادي نقيها مزيان، غادي نحيد لها هاد القشيرات اللي كتكون هكا هنايا، غادي نحيد لها الراس، غادي نحيد لها السنسول هكا، غادي نجي لهذه اللي عنده هكا في الظهر حتى هي غادي نحيدها. صافي غادي نديرو في الشبكه يقطر، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم. بعد ما كملت التنقيه ديال الحوت اللي عندي، خديت هنايا واحد الطنجره غادي ندير فيها نص كاس ديال الزيت، غادي ندير فيها 4 كاس ديال الخل غير باش يخلي لنا داك الحوت كيصبر معنا مده اطول. غادي ناخذ هنايا 4 كاس ديال الماء، غادي ناخذ هنايا 2 فصوص ديال الثومه اللي حكيتهم قبل، عندي هنايا الملحه، عندي هنايا معلقه ديال الملحه، والملحه كتبقى على حسب الذوق. عندي الابزار، عندي القزبر يابس، عندي شويه ديال الكمون وشويه ديال الزعتر باش نسم. صافي غادي ندير هنايا عندي معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك. صافي غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتها. غادي ناخذ الحوت اللي عندي وغادي نستفو بحال هاد الطريقه. بعد ما كملت التستاف ديال الكميه اللي عندي ديال السردين، صافي غادي نشد عليها بحال هكا، ندير لها المطايه ديالها، غادي نشد عليها وندير لها الصفاره. الاول غادي نشعل عليها على نار تكون مرتفعه غير لما تسخن لي الكوكوط، ومن بعد غادي نولي نقلل لها عاد ونطيبها على نار مهيله واحد 5 دقائق، لان السردين ما كيحتاجش منا طياب كتير. ومن بعد نرجع معكم. بعد ما دازت الوقيته اللي قلت لكم، الشكل النهائي ديال السردين ديالنا كيجي كتجي ديك الزويته خاطره هكا من الفوق. الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا كيجي بحال هكا، كتجي ديك المريقه خاطره. اللي بغيتو تحتفظوا به يعني لمده اسبوع، انا فايته مجربه يعني كيبقى مده اسبوع، وبغيت نشارك معكم الفكره. كيجي لذيذ بزاف. الاحتفاظ به كديروا واحد الانيه ديال الزجاج وديروه فيه وتبقاو تجبدوه القياس اللي غادي تاكلوا ديك الساعه. صافي والطبق تقدروا ديروه في الثلاجه لمده اسبوع. قلت لكم كيبقى انا عندي يعني عن تجربه. وبالصحه والراحه، نتمنى الوصفه تعجبكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.